بعضهم يذهب إلى ينقل 10 مصادر وأنه هاي الرواية التي نقلوها صحيحة أو غير صحيحة. أنا لا أعلم أن علي هو الوصي. يا أخي العزيز، هذه الروايات بمجرد أنت تنقل ولا تنقل سند هذه الروايات مباشرة من الناحية العلمية والمنهجية يقول بأن هاي الرواية ضعيفة السند أو أنه لم يصححها أو أنها من مجهولة. هذا المنهج الذي تعودنا عليه ورأيتموه في جملة من الفضائيات، إخواني الأعزاء، حاولوا أن تجعلوه وراء ظهوركم. مجلد 2 صفحة 15، مجلد 9 صفحة 18، مجلد كذا. هذا الأسلوب ما عاد ينفع من الناحية العلمية. من الناحية العلمية ينبغي أن يذكر المصدر والرواية وسند الرواية وتصحيح الرواية وأنه صححت أو ضعفت أو لم تقبل. يعني على سبيل المثال أنتم تجدون الآن على مستوى كتب التاريخ، الآن وجدنا بأنه الآن يوجد كتاب تاريخ الطبري، الآن بدأوا قسموه إلى صحيح تاريخ الطبري وإلى ضعيف تاريخ الطبري. إذن ليس من الناحية صحيح من الناحية المنهجية أن نأتي بالرواية ونقرأها من تاريخ الطبري من غير نظر إلى ماذا؟ إلى سندها. أنا بودي أنه لا يقول لقائل سيدنا هذا الكلام لماذا فقط تنقله ممن؟ من ابن أبي الحديث. تعالوا معنا أعزائي إلى تاريخ الطبري. بعد تاريخ الطبري يا أعزائي، تاريخ الطبري بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المجلد أعزائي الخامس صفحة 253 يقول إن معاوية، صفحة 253 تحت عنوان ثم دخلت سنة 51، ثم إن معاوية لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادي سنة 41 دعاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا. وقد قال المتلمس لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلم. كل هاي المقدمات لماذا يا خليفة رسول الله بين قوسين، يا أمير المؤمنين بين قوسين؟ وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم. أنت ما تحتاج يا مغيرة بن شعبة أحد يعلمك. وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطاني. ماذا تريد؟ ويصلح به رعيتي، ولست تاركا إيصائك بخصلة. تلك الأمور أنت تعرفها، أنا ماذا أريد وماذا لا أريد، ماذا ينبغي أن تفعل وماذا لا ينبغي، أنت تعرفها. لا تتحمى، لا تتورع، لا تتحمى عن شتم علي وذمه. ماذا تريد أن تفعل؟ افعل. ماذا تريد أن ترى الحكمة إلا هاي القضية من محكمات بني أمية؟ اسرق تأكل. لا ماذا تريد أن تقول أن لا تقول؟ ولكن في قضية علي بن أبي طالب من محكمات بني أمية لا بد من إقصائه فكريا. طبعا بعد ذلك أقصي مو هو أو أولاده أقصوا ماذا؟ جسديا كما واضح عندنا. يقول وبعد ذلك هسه الآن في الخطوة الثانية يقول مغيرة، فقال المغيرة قد جربت وجربت وعملت قبلك لغيرك. اطمئن فلم يذمم بي دفع ولا رفع ولا وضع فستبلو فتحمد أو تذم. قال بل نحمد إن شاء الله، نعرف ماذا ستفعل ونحمدك على فعلك. طبعا على القاعدة الذي حقق كتاب تاريخ الطبري وهو محمد بن طاهر البرزنشي المعروف
بأسلوبه الخشن وبمبانيه الأموية عندما يأتي إلى هذا الحديث مباشرة يقول والحديث إسناده تالف وفي متنه نكارة. كيف يمكن معاوية أن يسب عليا ويقول يسب عليا باعتبار خال المؤمنين؟ شلون يفعل؟ وفي متنه ماذا؟ يقاتله ولا يسب. ما في مشكلة، ولكن في متنه نكارة على أي الأحوال. لا قيمة مثل هذه التحقيقات لأنها مؤدلجة سابقا. ثم أتى الآن إلى رواية في كتاب الطبري. نعم. ماذا قال؟ ماذا تقولون في الطبري؟ هذا عالم سني. نعم. ثم فتح الكتاب وبدأ يقرأ منه. هل أتى بإسناد؟ لا. أنا مستعجل، ما عاد عندي وقت. نعم. والذي يشك فيما أقول يرجع، من أسهل ما يكون. أنا عادة كل ليلة أول ما انتهي من الحلقة أعمل أبلود. نعم. أطلع شوفوا إذا كان هذا الرجل ذكر إسنادا أم لا. لماذا هرب من الإسناد؟ ذكر حتى اسم المحقق، ذكر حتى دار النشر، لكنه لم يذكر الإسناد. سبحان الله. مدلس. ليه؟ انظروا يا إخوان، هذا هو الإسناد. ما أعرف، اسمحوا لي إني رسمت شوي على الصفحة. أيوة أنا. قال هشام بن محمد عن أبي مخنف اللي هو لوط ابن يحيى. نعم. من هو لوط ابن يحيى؟ شيعي جلد وأكبر مروج لأباطيل الروايات التاريخية المكذوبة. نعم. قال فيه ابن عدي شيعي محترق له من الأخبار ما لا أستحب حتى أن أذكره. لا إله إلا الله. وقال ابن حجر إخباري تالف لا يوثق به. لا إله إلا الله. وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل ليس بثقة، متروك الحديث. لماذا يا مدلس ابتدأت شوية كده لو سمحت شيخنا؟ نعم كده يمينا شوية لو شيخنا لو سمحت. لا أيوة كده. نعم. ابتدأ بقوله أن معاوية بن أبي سفيان لما ولد، هكذا ابتدأ. نعم. أن معاوية. لماذا لم تذكر الإسناد؟ أم أنك تخاف أن يظهر اسم أبي مخنف؟ نعم. ولو عرف الناس أبا مخنف لتبين لهم أنك كذاب، أنك تأتي نعم. برواية أصلا لا تصحح عندنا. لماذا تعديت الإسناد يا مدلس؟ نعم. طيب، عضو هيئات. احنا معنا مداخلة وبقي معنا 4 دقائق.